اتربيتي يا ايه؟ ده العمل ده اللي حطلنا فيه العمل، ما هو العمل القديم خلص بتجدد بقى. شفت؟ هو انت يا بنتي عايشه عادي كده؟ في يا عمر؟ انت مش شايفه ان عيالك عاملين دوشه والواحد دماغه صدعت ودب عليا من تحت؟ انا مش عارف اقعد انا ومراتي في البيت. انت يا عمر بتقابلني كده يعني انت جاي من بره بدل ما تقولي عامله ايه يا حبيبتي بتقول لي انت هو انت مش عندك بيت؟ انت قاعده عند امك بتعملي ايه؟ امك تعبانه مش حمل انها تخدمك. ايه اللي تخدمني؟ انا اللي بخدمها لا يا ما عمر. بعدين بتخدميش انت حاجه، انا مالكش مراتي اللي دعوه. شايله الكلام ده. مراتك اللي أيوة. شايله الكلام ده ليه؟ انت ما بتشوفنيش وانا بنظف وبعمل يا ماما؟ في ايه مالكم؟ تعالي يا ماما مفيش اسمعي. حاجه يا ماما، هي المفروض بيقول تخليها لي عندها دم. بعد اذنك هكمل كلامي. اتفضل. خليها عندها دم ماشي، وتمشي بقى وتسيبك لوحدك من دوشه العيال. انت دماغك بتصدع وبتاخدي علاج ضغط وعلاج سكر. انت مالك ايه اللي في جرالك؟ ايه يا حبيبي؟ اهدي يا سيد. هو اللي مالك يا جرالك؟ سامعه اللي هو بيقوله اول مره يكلمني كده يا ماما. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي تعبك؟ مالك يا ابني؟ مش حاجه تعباني، انت اللي صعبانه عليا ومش قادره تقولي لها روحي لجوزك. اصل ده 24 ساعه واكله شاربه نايمه عندك في عيب البيت. كده يا عمر، ده اختك يا ابني، مالكش الا هي. عيب يعني يا ايه اخت؟ حبيبي. انا خايف عليك. ده انت مالك بتغير ليه يا عمر؟ في ايه؟ ده مش كلامك، ده كلام الهانم مراتي. لا عند مراتي وستوب. اللي هيجيب فيكم سيره مراتي قسما بالله ما هبقى اني امي ولا اختي. سامعك يا دي عمر. ضفرها برقبتكم انتوا الاثنين. هي حصلي كمان بتقول لي كده انا ما امك. بسمعش صوتك خالص. والله. والله. بعد اذنك بس يا سالي بس قللي لي قعدات مع امك عشان امك لو تعبت انا مش هبقى عليكي. والله. انا قاعده عند امي مش قاعده عندك. لا، لما اجي ما اقعد عندك عيب اللي مغيره. اصبر يا ماما. لما ابقى انا في بيت ابويا لما اكون قاعده عندك ابقى مشيني يا طب بعد حبيبي. اذن حضرتك عيالك يسكتوا ما يدبدبوش عليا. طالما انت راضيه وساكته ماليش دعوه. لو سمعت صوت حد من عيالك بيدبدب عليا كده هطلع اكسر وشه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ ابنك ده الواد مش طبيعي. شايفه بيعمل ايه؟ مراته هي السبب في كل ده يا ماما. اقسم بالله ده ما كلامه. عمر صوته ما عالي عليا خالص. ايه اللي جراله؟ ده بيقول لك ضفرها برقبتكم انتوا الاثنين. لا لا مش ابني اللي بيقول كده. لا مش مصدقه. مش مصدقه ان عمر يقول على امه كده. ده كان لما بقول يا دماغي كان بيجري يجيب لي دكتور. ماشي يا عمر ماشي. ما نشوف اخرتها ايه مع العقربه مراتك دي. داخله يا بنتي جوه اتفضلي يا حبيبه قلبي، كل سنه طيبه. وانت طيبه يا حماتي. الله بصي يا سالي. يا حبيبتي تسلميلي. الله يخليكي يا حبيبتي. طب وانا يا ماما ربنا يعني ما يخليكي فيش ليا. مفيش ليا هديه انا كمان؟ يا حبيبتي ما هي خدماني وشايلاني. خدماكي وشايلاكي. امال مين اللي عامل الاكل ده كله؟ انا واقفه ظهري اتكسر عقبال ما عملت الاكل ده كله يا ماما. فيها ايه يا سالي؟ مش مشكله يا سالي. ايه هي يا برضه سالي؟ بتعمل كل حاجه يا سالي، ما بتنزلي وتعمل لي برضه. تمام يا ماما ماشي. كله يا رب الاكل يعجبكم. ربنا يخليكم لبعض يا داليا. يا رب يخليكي ليا يا حماتي يا نور عيني. اغلى حاجه ليا في الدنيا انتي وعمر. كلي يا حبيبتي كلي يلا. مالك يا عمر؟ في ايه يا حبيبي؟ مخنوق قوي ومشتاق اقعد في البيت. حاسس حاجه كاتمه على نفسي كده. لا 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 يا حبيبي ما تعملش في نفسك كده وما تشيلش هم حاجه طول ما انا في ظهرك يا حبيبي. انت عارف اللي احنا يعني انا ماليش غيرك ومش عايزاك تفضل مهموم كده وشايل هم ما تيجي نسيب الدنيا. البيت ده. لا نسيب بيت ايه اللي نسيبه يا عمر؟ ما فيش الكلام ده. انا عارفه انت مخنوق من ايه ومهموم من ايه. قولي لي نروح لدكتور طيب يعني. دكتور ايه يا عمر؟ من الاعمال اللي بتتجدد لك من اللي امك واختك عاملينها لنا. لا يا عمر. بس امي واختي استحاله يعملوا حاجه لا زي كده. استحاله. مفيش الكلام ده. اعمال تلقاها ساقياك. مش لما انت. طب وليه امي هتعمل كده؟ الله اعلم. عشان عاوزاك تطلقني وعاوزاك اللي انت تسيبني عشان هي كانت عاوزه تجوزك لبنت خالتك. ولا انت مش فاكر؟ قبل ما تتجوزني مش انت اللي حكي لي الحكايه دي؟ وممكن مثلا كمان عشان خاطر بتحب اختي واختي 24 ساعه ده عندها فتكتب لها كل حاجه. تصدق شفت يا عمر؟ شفت؟ انا هواجه امي بالموضوع ده. ايوه كده. انا لازم اخليه يتاكد اللي هم اللي عاملين كده. قاعده ملاك بريء. بقول لك ايه؟ في ايه يا ابني؟ ما تجيبيها لي كده سكه ودغري ونيجي مع بعض بصراحه. مش انت معودانا على الصراحه وعدم الكذب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا عمر؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت ليه عامله لي عمل عشان اكره مراتي واكره البيت؟ عايزه تمشيني من البيت قولي لي والله العظيم ما هزعل. بس تبقي صارحتيني. العمل اللي عاملاه لي انا مش عارف ارتاح في بيتي وعايز امشي منه. انت مجنون يا ابني. ايوه انا مش مرتاح. انت عامله لي حاجه، عامله لي ايه؟ قولي لي الصراحه. وانا اعمل لك ايه يا ابني؟ هسفني. وعلي ليه كده يا ماما؟ في بيقول لي عامله لك عمل. عامله لي عمل ايه؟
عمل؟ ايوه امك عامله لي عمل وانا مش انت مرتاح. جننت ولا انت شكلك شارب حاجه؟ هسيبني. امك هتاذيك. استغفر الله العظيم يا رب، انت كل مره لسانك بيطول عشان انت اختي الكبيره، احترمي برضه ان انا الراجل. لا انت راجل بس تحترم نفسك، انت بتقول لامك عامله لك عمل، انت شكلك جرالك حاجه. ايوه امك عامله لي ما انا بقول لك. وانا هعمل عمل ليه يا ابني؟ عشان اعمل عمل ليه؟ ده انا بصلي وعارفه ربنا. عشان تخربي بيتي وتمشيني وبتطلق مراتي. لا اله الا ايوه انتوا الله. الاثنين بتكرهوني وبتكرهوا مراتي. واكره مراتك ليه يا ابني؟ ده بتطلع أيوة، البيئه أيوة، بتعمل لي أيوة. حاجه. ايوه عشان هي على طول 24 ساعه تحت ايدك، فلوسك وذهبك وكل حاجه رايحه لها هي. مش طبيعي. انت يا ابني تروح أيوة. شوف نفسك، انت مش طبيعي. يا بنت اللي ما ده اما بتحبنيش. شيخ يشوفك والله لا يا رب. بالك يا والله حبيبي. ما طبيعي. بصي ما حدش دعوه بيه، ما بتتكلموش معايا. وانت عامل في حاجه غلط يا بنتي. ماما في في حاجه غلط. البت دي عامله له حاجه، والله البت دي عامله له عمل. انا نعمل زي كلامه يا بنتي. انا نعمل زي كلامه، بلاش الكلام ده. لا الموضوع مش طبيعي يا ماما، الموضوع مش طبيعي، وده مش عمر اخويا ابدا يا ماما. يا بنتي حبيبتي ده انا بلاش غيره. بلاش غيره. نشوف حل الموضوع ده. انت عمره ما بيكلمني كده يا بنتي، بقاله فتره ما اعرفش ماله. يا عيني عليك يا عمر. اهلا 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 يا حماتي، نورتي. وحشيني يا داليا. ده البيت نور. تعالي اتفضلي تعالي امال يا عمر حبيبتي. فين؟ موجود. اتفضلي. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ وحشاني، ما بتجيش ليه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ما تيجي كل فتره كده، انتوا اللي بتيجوا تسالوا عليا يعني. يا استني. ماما ايه يا عمر؟ عامل ايه يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ وحشني يا عمر. وانت كمان اخبار ايه يا ابني ما صحتك؟ بتسالش عليا خالص كده؟ معلش الشغل والله يا ماما. شغل ايه بس اللي خليك تبعد عن امك يا ابني بقى؟ معلش يا مضغوط شويه يا حبيبتي، انت اخبارك إيه؟ كله تمام؟ هات لي هو تعالى اقعد معايا شويه. ان شاء الله. امي شوفي حط لها غدا ولا حاجه تشربها. لا يا حبيبي انا قلت اقعد معاكم شويه واطمن عليكم وامشي. طب اعمل لك حتى لو كوبايه شاي ولا انا ورايا حاجه؟ مشغوليات والله مش فاضيه، بس قلت اطمن على عمر بقالي كتير ما شفتوش. انا كويس الحمد لله يا ماما. ما انا حاسه انت في حاجه جواك مفيش يا عمر. حاجه والله يا حبيبتي، انت بس بصحه وكويسه يعني. انا عشان كل مفيش شويه حاجة. احلم احلام وحشه. لا يا ستي كله خير ان شاء الله يا ماما. لا انت كويس يا حبيبي. الحمد لله يا حبيبتي. طب انا هقوم استاذن. يا ستي ما انت قاعده. يا حبيبي انا قلت قلقانه عشان قلت اطمن عليك يا ماشي ابني. نورتينا يا ماما. يلا سلام عليكم. مع السلامه. مع مع السلامة. السلامه. خلي بالك من نفسك يا عمر. حاضر يا ستي، مع الف سلامه. تعالى يا عمر. في ايه؟ شايف امك ناسيه ايه؟ ده العمل، ده اللي حطلنا فيه العمل. ما هو العمل القديم خلص، بتجدد بقى. شفت اللي هي بتعمله؟ عشان كده انا عماله اقول بيتي وحياتي مش متظبطه معاك ليه يا حبيبي؟ مش عارفه. شايف يا عمر؟ يا بنتي اهدي بس، شايف؟ نسيت الشال بتاعها عادي يعني. نسيته؟ لا هو في حد ينسى شال؟ لا يا عمر. انت ليه مكبره الموضوع يا حبيبتي؟ والله ما في حاجه من الكلام ده، امي ما تعملش كده. والمشاكل اللي بتحصل دي عادي زي اي بيت يعني. لا انت ما كنتش كده يا عمر، ده انت كنت من اول جوازنا كنت بتموت فيا وبتحبني. شفت يا عمر؟ جددت العمل اهيت. خلاص طيب اهدي طيب. ايه يا حبيبي انت جيت امتى من الشغل؟ كنت فين؟ مفيش. ده انا كنت عند. تعالي بس عشان الناس بس، تعالي كده عشان الناس بس. كنت فين؟ يا حبيبي ده انا كنت عند سلمى بنت بس ايه اللي تحت ايدك ده؟ ده طبعا. وريني. ده ده النقاب اللي كنت نازله بيه. انا كنت رايحه تجددي العمل صح؟ اخت عليك يا عمر. هتخش في الموضوع على طول، خلينا بس احنا اصحاب. صارحيني، انت اللي كنت عامله العمل صح؟ اخت عليك يا عمر. عشان ما اشوفش امي واختي. نتكلم مع بعض بصراحه. انا بحب الصراحه جدا، اصل الصراحه حلوه، ولما تقولي لي الصراحه انا هسامحك صح؟ قولي لي الصراحه. يا عمر. ايوه انا اللي عملت لك الاعمال دي كلها. حط العمل ده فين؟ لا في الدولاب. ايه؟ انا هحطه تحت المخده. وانا اللي عملت لك عشان تكره امك واختك، عشان تبقى تحت طوعي، عشان ما تشوفش حد غيري. انت واحده ما تربيتيش، ما شفتيش تربيه في حياتك. تحت طوعك ايه؟ طب وبالنسبه لامي واختي الغلابه دول ذنبهم ايه اللي ما لهمش في الدنيا غيري؟ المفروض انا ابقى الراجل بتاعهم بعد ابويا لما مات الله يرحمه. ما فكرتيش في حاجه زي كده؟ طب انت وتغوري في داهيه ادوسك وتمشي. امي واختي ذنبهم ايه ان انا ارميهم؟ وصلة الرحم اللي ربنا موصينا عليهم اخد بالي منهم. واختي اللي دايما مشاكل مع جوزها، يعني يعتبر في حكم المطلقه انا اللي اشيلها، انا اخوها رميتها وجيت عليها. حتى عيالها اللي بيقولوا لي يا خالي ما بقتش بصرف عليها،
وكله بسببك. كنت تقولي ده تسامحك وتحت طوعك، ده انت شيطان. اسمعني يا عمر، انا عملت كل دوت عشان تفضل جنبي وفلوسك تبقى بتاعنا، وبص وتعبك وشقاك يبقى بتاعي انا، مش بتاعهم هم. اقسم بالله اللي انت عملتيه ده ابليس ما يعملوش. اللي انت عملتيه ده ابليس ما يعملوش. يعني ابليس ما يوصلش للمرحله اللي انت يعني تعملي العمل وكمان ما سكتيش. لا انت جبتيه في امي واختي، هي اللي عملوا كده. امي الغلبانه هي اللي عملت كده. انت متخيله امي اللي ما بتسيبش فرد وصلتني لمرحله ان انا مش طايقه ابص في وشها. بص يا بنت، عشان لو حطيت في دماغي هموتك. ما تسيبنيش يا عمر، ما تسيبنيش يا عمر. زي ما انت هتروحي لابوك عشان الناس. بس سامح ايه بس؟ اللي انت عملتيه ما فيهوش سماح. خلاص انت طالع بالثلاثه. يلا وبخلي الشيخ اللي عمل لك او الدجال اللي عمل لك العمل يبقى ايه، يرجعك ليا تاني. يلا يلا. حقك عليا يا ماما، حقك عليا يا اختي. انا جيت عليكم كتير بس انتوا عرفتوا اللي فيها يا ماما. طلعت عامله لي عمل. عملت؟ يا نهار اسود. سمعت كلامي؟ شفت يا ماما؟ مش ده انا لسه قايلهولك؟ اختك قالت لي ما صدقتش، قلت له لا يا بنتي ما بتعملش حاجه زي كده. المشكله ان هي كانت تهمها فيكم. شفتي كلامك كله صح. انا قلت لك هي اللي ورا كل ده، وقلت لك اخويا في حاجه مش طبيعيه يا ماما. انا قلت لماما الكلام ده وانت ما صدقتنيش وبهدلتني، وقعدت تقولي دي ضفرها برقبتك انت وامك. صح مش ده كان كلامك يا عمر؟ وانت يا ماما كنت بتجيبي لها هدايا ومهتميه بيها، وانا حتى كنت مستغربه. انا جبت لها هدايا في يا ماما وانت نسيتي اكتر من مره يا ماما. انت كنت جبت لها هديه واختي سالتك مش عارف بتقول لها يا بنتي دي مرات ابني وحلوه فيا وبتاع، مع ان برضه كنت بشوف اختي على طول انت يا ابني انت يبقى بقى كان عامله لك انت بقى شكلها كده، كان عامله لك عمل انت كمان. طالما انت مش فاكره يا ماما كنت بتعمليها ازاي. حقكم عليا يا ماما، حقكم عليا. انت جبتها منين دهيت يا ابني؟ عموما يا عمر حصل خير ويا ريت تتعلم. محدش بيتعلم ببلاش. طب المهم عملت ايه في العمل اللي عملته لنا ده؟ غار معاها يا ماما. الحمد لله الحمد لله. طلقتها؟ يا ماما. 60 داهيه. ودي يا جماعه رساله الفيلم، مش اي حد تثق فيه. مفيش حد هيحبك زي امك. دي حقيقة. يعني مهما تقابل في حياتك بقى مراتك مش عارف مين، امك هي رقم واحد في حياتك، وطول ما هي راضيه عليك فانت بخير. وصلة الرحم ما ينفعش تقطعها مع اختك. اكيد يا جماعه، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد يعني. بالظبط. والا الام ثم الام ثم الام. بالظبط. يا رب تكون الفكره عجبتكم. السلام عليكم.